السلام عليكم. النهارده من مطبخ شوكه وسكينه هنعمل لكم كيكه الزبادي. كيكه طراوه وطعامه. بصوا طعمها يعني وريحتها تاخد العقل، وميزتها بقى انها هشه وطريه وعمرها ما هتنشف منك لانها بنسقيها شربات. شايفين الشكل؟ شايفين يا جماعه طعمها وشكلها؟ طعمها انا اللي هدوق بقى واقول لكم طعمها ايه. لا طعمها تحفه بجد. ويلا نشوف الطريقه. حاجه عشان نعمل الكيكه دي محتاجين نعمل الشربات بتاعها. محتاجين كوبايه سكر وعليهم 3/4 كوبايه ميه، واسيب السكر والميه يغلوا، واول ما يغلي هعصر عليها 10 ليمون. الشربات غلى معانا اهو، هبدا احط 10 ليمون واسيبه بقى ايه 5-6 دقايق كده بعد الغليان، وفي الاخر هحط ايه يعني ايه ذره فانيليا. مقادير كيكتنا: محتاجين كوبايتين دقيق، عليهم ذره ملح وبشر ليمونه او بشر برتقانه، وعندنا كوبايه زبادي. محتاجين كوبايه سكر بس تكون سكر يعني حبيباته ناعمه. محتاجين تلت كوبايه زيت، معلقه صغيره فانيليا سايله، 3 بيضات، معلقتين صغيرين بيكنج باودر، وربع معلقه بيكنج صودا. هنبتدي بقى. اول حاجه البيض، هبتدي اضرب السكر والبيض مع بعض لحد ما السكر والبيض يفتحوا. شايفين السكر والبيض فتحوا مع بعض اهو. ابتدي بقى انزل بتلت كوبايه الزيت. وبعد كده كوبايه الزبادي بتاعتنا، ويا ريت تبقى بدرجه حراره الغرفه، يعني لو كانت في التلاجة اطلعها من التلاجة لحد ما تاخد درجه حراره الغرفه، يعني متبقاش في حاجه ساقعه يعني. وبعد كده بقى الدقيق بتاعنا احط عليه ربع المعلقه البيكنج صودا، احط عليه معلقتين الصغيرين البيكنج باودر، واقلبهم مع بعض. وابتدي اضيف الدقيق على الخليط السائل بتاعي. الصينيه لازم اكون مجهزاها، دهناها زبده او دهناها دقيق مش زيت يا جماعه. انا عايزه اعملها ايه تبقى في النص كده مخرومه من النص، فانا ما عنديش الصينيه دي، فاحنا ايه الجيش بيقول لك اتصرف. فانا هجيب كوبايه واحطها في النص كده، والكوبايه دهنها برضه عشان ما تلزقش فيها. وابتدي بقى ايه اصب الخليط حوالين الكوبايه. احنا مش هنسيب حاجه في الطبق خالص. على درجه حراره 160 رف اوسط. وعشان بس الكوبايه دي ما جرالهاش حاجه، ممكن نحط شويه ميه في النص فيها كده امان يعني. وندخلها الفرن. ودي شكلها بعد ما طلعت من الفرن يا جماعه. هبدا بقى اسقيها بالشربات. انت ممكن ما تسقيش الشربات الكميه كلها،
يعني ممكن نص الكميه بس، لو انتوا بتحبوش الحاجه مسكره قوي. وابتدي ارش كده على وشها جوز الهند. عايزه تحطي سكر بودره، بس انا يعني ايه، جوز الهند بتبقى طعمها جميل قوي بيها. لو عجبتكم الوصفه اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس، وبألف هنا.